سؤال من محمود بيقول كله بيقعد يقول ورط نفسك واشتغل كتير، انا اللي بقول ورط نفسك قبل ما تتخرج واشياء من هذا القبيل. هل لو انا اتخرجت وانا عمري ما اشتغلت قبل كده ده هيأثر علي؟ معلش يا حوده، يعني انا يعني كان نفسي اقول لك لا، وكان نفسي اقول لك تقدر، والموضوع هو مازال طبعا عندك الفرصه، وكده كده الحاجات هتتعلمها حتما ولا بد يعني لما تيجي تشتغل او تخش في بيئه العمل. ولكن لما بتاخد الحاجات دي بدري بتفرق معاك. يو ار نيفر تو ليت، انا عارف جدا جدا جدا. ولكن الشخص بكل تاكيد اللي اشتغل وهو في الكليه لما بيطلع بيبقى ليه افضليه كتير جدا جدا عن الشخص اللي ما اشتغلش خالص. يعني ده فير انف، ده عدل جدا جدا وطبيعي جدا جدا ومنطقي جدا جدا. بل ان المهارات اللي الانسان بيكتسبها من خلال الاحتكاك ببيئه العمل وهو لسه في الكليه بتفيده وتديله دفعه قويه جدا قدام فيما بعد. فكره ان هو يعرف يتكلم مع نفسه، فكره ان هو يقدر يتجادل او يتناقش او يطلب زياده او ايا كان، او يحدد هو عايز ايه، كل او يتعرف اصلا على ازاي تتعامل مع الناس، او هل الناس كلهم اخيار ام اشرار، وحاجات من هذا القبيل ما بتعرفهاش الا لما بتخش سوق العمل. يعني انا اكتشفت الحاجات ديت متاخر، لاني بصوره او باخرى ما كانش عندي اي رغبه اصلا ان انا اشتغل في نفس تخصصي او اجرب يعني ان انا اروح في سوق العمل وانا في الكليه. ولكن لما اتخرجت واشتغلت بقى خدت الصدمات دي متكرره كده، تك 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 تك. فكنت اتمنى ان اكون عارف المواضيع دي قبل ما اخش. فهيأثر عليك ويفضل انك يعني ايه تستدرك الموضوع ده بدري بدري وفي اقرب فرصه.